السلام عليكم، مرحبا بكم مع كوكب بلقيس ومع أسرع وصفة اقتصادية بنينة ما شاء الله. راح نقدمها لكم اليوم وإن شاء الله تعجبكم. هذه الوصفة كما نقول لكم اقتصادية وغير مكلفة، اللي هي وصفة البسباس. ما نقدرش نقول لكم طاجين البسباس لأنه ماشي بسباس فقط. هنايا عندي البسباس، غسلته نقيته نظفته، حطيته في الكسكاس، درت له شويه ملح، جبت البطاطا كيف كيف نقيتها غسلتها. من بعد هذوك تاع البسباس، الحشيشه تاع البسباس، انا ما نرميهاش، ندير بها بويون، نديرها في البواكاسي نرحيها معاه مع اللوبيا، يعني نستفاد منها. البطاطا قليتها، البسباس خليته فار. دركا راح نجي لاصوص بيضاء كيما نقدروا نديروها حمراء، كيما نقدروا نديروا الدجاج ولا نستغناو عليه. عندي جناح، عندي شويه بصل، راس الحانوت، ملح. هذا واش استعملت لها، غير راس الحانوت والملح. الحمص طايب مسبقا، البطاطا اللي قليتها، وكذلك البسباس هذاك اللي فورته. دركا واش راح ندير، نجيب نهز هذاك الدجاج، نحطه في شوية زيت، حوالي 3 مغارف ولا 4، نخليه يتقلى مليح. هنا بعد ما تقلى الدجاج ضفت له البصل هكذا وخلطته مليح. ومن بعد كي ضفت هذاك البصل راح نجيب حوالي مغرف نتاع فرينة، مغرف تاع قهوة صغيرة فرينة، نحطها مع هذاك البصل والزيت والدجاج ونخلطها مليح، باش من بعد راح تعطينا لاصوص ثقيلة مليحة. ومن بعد نضيفوا الملح ونضيفوا التوابل، راس الحانوت والحمص هذاك اللي كنت طيبته. كي يتقلاو مليح نزيد لهم الماء سخون هكذا، ونخليها يغلي مدة ربع ساعة. إذا كان الحمص طايب رايح يغلي مدة ربع ساعة، ولا الدجاج ثمثم يطيب. بعد ما طيب لاصوص تاعنا هذه البيضاء، رايحين نحطوا فيها هذاك البسباس اللي فورناه. ما كانش ما فورناش يعني حتى نطاب ذاب. ونزيدوا هذيك البطاطا اللي كنا قليناها. هنا البطاطا تقدروا ديروها مقلية، تقدروا ديروها مفورة، تقدروا طيبوها مباشرة في لاصوص بلا ما تفوروها وبلا ما تقلوها. كما قلت لكم لاصوص نقدروا نديروها حمراء، نقدروا نديروها باللحم، نديروها بالدجاج، بلا لحم بلا دجاج هكذاك. هذاك الجناح اللي درتهم في لاصوص حمرتهم في البانينيوز، تقدروا تحمروهم في شوية زبدة في المقلة هكاك، باش يعطوا برك مظهر مليح كي تحطوا الماكلة. هنا بعد ما حطيت البطاطا والبسباس في هذيك لاصوص البيضاء، خليتهم حوالي 3 دقائق ولا 4 دقائق على النار. شرب البسباس وهذيك البطاطا هذيك لاصوص البيضاء. وهذه هي هذا هو طاجين البسباس بطريقة بسيطة وبسيطة جدا. شوفوا كيفاه جا. المهم حاجة سخونة للولاد. إن شاء الله تعجبكم الوصفة وتجربوها، وإلى اللقاء مع فيديو واحد آخر.